ورقة وقلم واكتبي ورايا. النهاردة جايالكم فيديو جديد ومنيو اكلات الاسبوع، 7 ايام من الاكلات باللحوم والفراخ وكمان الاسماك. كل يوم اكلة مختلفة وتنوعي براحتك. هاتي ورقة وقلم واكتبي منيو الاسبوع ورايا ونفذي كمان. كل وصفة جايبها لكم هنا هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. كل الوصفات اللي موجودة معانا عملناها مع بعض قبل كده على القناة، وهسيب لكم كل الفيديوهات بتاعه الوصفات اللي هنعملها مع بعض في صندوق الوصف. يلا بقى نحط لايك للفيديو، ولو اول مره بتشوفيني اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. ونقول بسم الله ونبدا اول يوم في الاسبوع بتاعنا، وهو هنعمل السمك البلطي. سمك بلطي مقلي كده ومعمول بخلطه جباره مخليه لونه جميل وتحفه زي ما انتم شايفين. وهسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. معمول معاه رز بالبصل باللون الاصفر الجميل ده، وشويه سلطه خضراء ممكن تعملي جنبه طحينه. عملته معاكم بطريقتين على القناه قبل كده، وهسيب لكم الطريقتين برضو في صندوق الوصف. وده كانت الاكله بتاعت اول يوم. تعالوا بقى بينا نخش على تاني يوم. وتاني يوم هنعمل مع بعض البانيه المشوي، معمول بطريقه حلوه جدا وبتتبيله حلوه قوي قوي. طبعا برضو هو هنا اقتصادي، لان وفرنا البيض ووفرنا الفيجيتار. معمول مشوي كده في الطاسة، وعملنا جنبه مكرونة اسباجيتي بالصوص الاحمر زي ما انتم شايفين، وشوية سلطة خضراء. حاجة جميلة جدا. وكمان شوحنا بصلاية كده مكان شوي الفيليه، خدت الطعم واللون الجميل بتاعه، وقدمناها كده في الطبق تحت البانيه المشوي. هسيب لكم الرابط بتاع الفيديو ده في صندوق الوصف. وكمان عملناه بطريقتين في القناة قبل كده، وعملناه بالجبنة الموتزاريلا. وبينا نخش على تالت يوم وتالت وصفة. تالت يوم عملنا طاجن البامية زي ما انتم شايفين، طاجن البامية باللحمة الضاني. عملته معاكم بطريقة حلوة جدا جدا، وقلت لكم على طريقة تنفع لأي نوع لحمة. طاجن البامية ده طريقته تنفع مع اي نوع لحمة، ضاني او عجالي او بقري، لحمة صغيرة او كبيرة زي ما انت عايزة. طاجن البامية طالع شكله شهي جدا وفي منتهى الجمال، والبامية دايبة وزي الزبدة وفي نفس الوقت سليمة، والواحدة بوحدتها مش مهرية ولا اي حاجة. واللحمة كمان طرية وزي الزبدة وبتدوب كده دوب. عملنا جنبه شوية رز بالشعرية. طبعا تقدري تعملي جنبه شوية مخلل وتاكلوها بالعيش، رغيفين عيش كده، وتنزلي بقى تاخدي غطسين كده في قلب الطاجن تطلعي وانتي مخلصاه. ممكن نعمل جنبه رز بأبيض، ولكن يفضل مع البامية رز بالشعرية، بتكون أطعم وأحلى بكتير. تقدمي جنبه بقى شوية سلطة خضراء او شوية مخلل. عملت طاجن البامية ده معاكم بطريقتين على القناة قبل كده، طريقة باللحمة الضاني وطريقة باللحمة البقري العادية جدا. وينفع برضو تعمليه باللحمة المسلوقة، وينفع باللحمة النية. وعملت الطريقتين معاكم على القناة. هسيب لكم برضو الطريقتين بتوع الفيديو في هسيب لكم الفيديوهين بتوع الطريقتين في صندوق الوصف. زي ما انتم شايفين اللحمة دايبة وبتتقطع بمنتهى السهولة بالمعلقة. زي ما انتم شايفين اهو، كل حاجة مستوية ودايبة وفي منتهى الجمال. الأكلة الجميلة دي بتاعت أكلات زمان، وطبعا مهما نجدد في الوصفات برضو بنرجع، لأن الأكل ده مفيش أطعم ولا ألذ منه. فدايما بنرجع للأكل بتاع زمان والطواجن الجميلة بتاعتنا. ويلا بينا نخش على اليوم اللي بعده، وصفة برضو مختلفة خالص. عملنا بقى رز، نعمل برضو بقى مكرونة. عملنا طاجن المكرونة باللحمة المفرومة، بربع كيلو لحمة مفرومة عملنا الطاجن الجميل ده. ربع مفروم مع نص مكرونة قلم، طلعنا بأجمل طاجن كده زي ما انتم شايفين. الطواجن بقى الجميلة بتاعت محلات الكشري، ولكن هنعمله في البيت بطريقة حلوة جدا جدا، والطعم هيطلع أحلى من بتاع المحلات كمان. زي ما انتم شايفين طبعا انا عاملاه في الطاجن الفخار. عايزه اقول لكم الطواجن دي بجد يعني بتطلع احلى واطعم والذ اكل. الطاجن الفخار بجد يعني بيدي طعم كده للاكل، يعني بيوديه في حته تانية خالص. طبعا تقدري تعملي في طاجن بايركس او في صينيه ألمونيوم عادي جدا. المهم ان احنا هنوصل للنتيجه الجميله دي. برضو سايبالكوا اللينك بتاع الفيديو ده في صندوق الوصف. زي ما انتم شايفين ما يفرقش حاجة خالص خالص عن طواجن المحلات. أكلة جميلة وخفيفة ومش هتاخد معاكي وقت ولا مجهود،
وكمان برضو اقتصادية، مش مكلفة كتير ولا اي حاجة. بربع مفروم ونص مكرونة عملنا احلى طاجن زي ما انتم شايفين الطاجن الجميل ده وريحته جبارة. اللحمة المفرومة المتعصجة عملناها بخلطة حلوة جدا جدا. كل ده هتلاقوه بأسراره وتكاته في الفيديو بتاعنا ان شاء الله على القناة. اليوم اللي بعد كده وهنعمل فيه السمبوسك باللحمة المفرومة المعصجة، وممكن كمان تعمليها بالجبنة، ولكن هنا عملناها بحشوة العصاج. وكمان عملنا محشي بتنجان وفلفل وشوية ملوخية كده مع اللحمة مسلوقة. عملتها معاكم قبل كده مع فراخ مشوية في الفرن، وعملناها مع فراخ محمرة. طبعا ليكي حرية الاختيار. هنعمل هنا محشي بتنجان، ممكن تزودي معاه كوسة، ممكن تستبدليه بمحشي كرنب، زي ما انت عايزة. انا بديك الفكرة وانتي بقى ابدعي وطلعي ما عندك زي ما انت عايزة. ده كان اليوم اللي بعده، وزي ما انتم شايفين انا بنوع لكم، يوم بناكل فيه رز ويوم مكرونة، وبنشكل كده كل يوم اكلة مختلفة علشان ما نزهقش من تكرار الاكل. وفي نفس الوقت برضو بحاول ننوع مع بعض وندخل جسمنا النشويات والبروتينات والخضار وكل العناصر الغذائية المطلوبة. وندخل بقى على اليوم اللي بعده، وعملنا كده كبدة بالردة، الكبدة الجميلة دي، وعملنا معاها مكرونة محمرة عملتها معاكم قبل كده على القناة برضو. الفيديو لسه قريب. المكرونة عايزة اقول لكم طالعة زي العسل، متحمرة بطريقة كده مميزة. ارجعوا للفيديو شوفوها تعجبكم جدا جدا. الفيديو ده جالي عليه تعليقات كتير استغربوا من طريقة المكرونة، ولكن لما جربوها بعتولي ان هم عملوها وعجبتهم جدا الطريقة وطلع طعمها حلو جدا. عملنا هنا بقى ايه المكرونة والكبدة بالردة، ومعاها بطاطس محمرة وشوية مخلل، وممكن برضو تعملي جنبها شوية سلطة كولسلو او سلطة خضراء، هتبقى معاكي حلوة جدا. جربوا الغدوة دي سهلة وسريعة وبسيطة. والكبده متتبله بطريقه حلوه جدا، تتبيلتها حلوه قوي قوي، هتطلع معاكي الكبده طريه وحلوه جدا ومش هتنشف معاكي خالص. زي ما شفتوا كده معانا الاكله بتاعت النهارده خفيفه برضو، مش فيها مجهود ولا اي حاجه. ولسه بقى عاملين المحشي ووقفنا في المطبخ كتير، فكانت الاكله معانا النهارده سهله كده وبرضو اقتصاديه وبسيطه ومش هتاخد مننا وقت ولا مجهود كبير. نيجي بقى لسابع يوم وسابع غدوة معانا، وهي اللحمة المشوية. وعملتها معاكم بطريقتين، لحمة شرايح نية زي ما هي، تبلناها وشويناها في الفرن. والمرة دي هنا لو عندك لحمة مسلوقة ومش عايزة تطبخي ولا تسلقي وعايزة تشويها، عملتها معاكم برضو ازاي اللحمة المسلوقة نحولها للحمة مشوية ودايبة وزي الزبدة كده زي ما انتم شايفين، كأنها مشوية على الفحم. عايزة اقول لكم كان طعمها رهيب جدا جدا وكانت ممتازة. وبصراحة كل اللي كلها كان فاكر ان انا شوياها على الفحم، وكانت واخدة طعم الفحم وطعمها حلو قوي قوي. هسيب لكم برضو اللينك بتاعها في صندوق الوصف، وبرضو هتلاقوها على الفيديو معمولة بتتبيلة حلوة جدا جدا، مخليها طرية ومستوية زي ما انتم شايفين. طبعا تقدري تعملي معاها شوية سلطة خضراء وشوية طحينة، ممكن لحمة مفرومة كده وتعمليها كفتة، ممكن كمان تعملي شوية بطاطس محمرة وشوية رز كده وتبقى معاكي حلوة وزي الفل. ممكن شوية طحينة وشوية سلطة خضراء وتغمسوا بالعيش، ليكي حرية الاختيار في ان انتي تعملي جنبها اي حاجة. ده كان المنيو بتاعنا بتاع الاسبوع، كله لحوم وفراخ واسماك زي ما طلبتم مني. ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم، واسيبكم في رعاية الله. اشوفكم في فيديو جديد على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو.